سلام عليكم. الوصفة دي بجد سحر، بترجع البوتاجاز كأنه جديد حرفيا، كأنك لسه شارياه دلوقتي. طبعا تعالوا نشوف حالة البوتاجاز كانت عاملة ازاي. على فكرة انا ما نضفتوش في العيد دوا وسبته يعني كذا شهر عشان يوصل للمرحلة دي وتشوفوا بنفسكم النتيجة. طبعا اللي حضرتك شايفاه ده لو حاولت ان انا اطلعه مثلا بالطريقة العادية بسلكة او حاجة هتوجع ايدك جدا عقبال ما تخليها نظيفة. كمان تعالوا شوفوا من فوق شكله عامل ازاي. انا يعتبر على فكرة من فوق مش يعني اشد حاجة في الاتساخ، لان دي الجزئيه الوحيده اللي كانت بتتنضف باستمرار. وطبعا مش محتاجه اقول لكم المرايه شكلها عامل ازاي، وبرده اللي فيها ده مش بيطلع بالطرق العاديه، يعني لازم دعك. طيب هنحتاج ايه للوصفه بتاعتنا النهارده؟ هنحتاج اللي هو الكربوناتو او البيكنج صودا او الصوديوم بايكربونات، وعليها صابون مواعين او سائل الجلي في الدول العربيه. بحط على فكره بطريقه يعني عشوائيه، مش بحط بمقادير، اهم حاجه ان هو يغطي البيكنج صودا بتاعي. وبعدين في الاخر بضيف شويه ميه صغيرين عشان خاطر الوصفه بتاعتي يبقى سهل ان هي تتفرد، يعني قوامها بيبقى عامل زي الكريمه كده. شايفين شكلها عامل ازاي؟ وهبتدي بقى ان انا البس جوانتي التنظيف بتاعي عشان بس انا ايدي حساسه شويه، وهبتدي ان انا اوزع بقى الخلطه بتاعتي دي على كل البوتاجاز كاني بغسل كده البوتاجاز بيها. كده خلصت الجزء بتاع الفرن. كمان هنعمل من فوق، لو حابه انك مش عايزه تعمليها يعني بالايد ممكن تستخدمي فرشه زي دي، تكون حلوه جدا برضو في الفرد. انا كده يعتبر عملت على كل البوتاجاز وعلى المرايه وعلى كله. هسيبهم بقى حوالي 8 ساعات او 10 ساعات. بترجعي بقى تاني يوم بتلاقيها ناشفه كده. الاحسن والافضل انك تشيليها وهي ناشفه، يعني تحركي كده وهي ناشفه هتلاقيها بتشيل كل حاجه معاها من غير اي دعك. ولكن لو حسيتي ان هي ناشفه زياده ممكن يعني ترشي كده رشه ميه صغيره وتبداي انك تشيليها. دي الشبكه اللي كانت جوه، وعايزه اقول لكم يعني ما شاء الله كان فيها حاجات جميله جدا ولون رائع. انا برضو كنت سايباها طول الليل. شايفين منظرها عامل ازاي دلوقتي واللمعه بتاعتها عامله ازاي. انا حاسه برضو ان الكاميرا مش مبينه هي فيها ايه، فهوريكم الجوانتي نفسه مطلع ايه. شايفين المنظر؟ او ده كان كتير. وعلى فكره بيتغسل بمنتهى السهوله. وكذلك هنعمل كده بقى في كل اجزاء البوتاجاز عشان نكون يعني صادقه تماما. اكتر حته بتضايقني في الوصفه دي المرحله اللي انا بقعد اشيل فيها البيكنج صودا، لانه طبعا بيكون مزعج شويه عقبال ما تشيليه، بس بالنسبه لي ارحم بكتير من ان انا ادعك بالسلك وابوظ البوتاجاز واتعب في الدعك. شايفين حتى الجزئيه دي اللي هي ما كانتش جات عليها من الوصفه، انا مش محتاجه حتى ان انا استخدم سلكه ولا اي حاجه وعملتها. شايفين منظرها بقى عامل ازاي؟ بعد بقى لما بتخلصي كله بتبداي انك تجيبي المنظف لجميع الاغراض اللي احنا عملناه قبل كده مع بعض، وببتدي ان انا ارش برضو على كل البوتاجاز. ودي كده بتبقى الخطوه الاخيره بقى، وبمشي بقماشه قطنيه على البوتاجاز بتاعي بيرجع بقى كانه جديد. عشان تحافظي عليه لاطول فتره ممكنه بنفس الشكل دوت، بعد كل يوم ما تستخدميه وتخلصي استخدامك ليه اعملي خطوه نظف كل الاستخدامات. هتلاقيه بيفضل كده لفترات طويله جدا، ومش بتحتاجي انك تعملي الغسيل اللي هو الجامد ده غير كل فترات طويله. وطبعا احلى حاجه بقى بالنسبه لي اول لما انضف البوتاجاز القهوه. بحب قوي اعمل القهوه على البوتاجاز النضيف. جربوها وقولوا لي رايكم فيها ايه.